اما جه عبد الغفور البرعي في جلباب ابي نموذج لثري غني بالشرف. لكن ما قبل عبد الغفور البرعي لسنوات طويله كان كل الاغنياء بيطلعوا في مسلسلاتنا وفي افلامنا حراميه. يعني ثروتهم تم تكوينها عن طريق خطأ، وده اغضب كثير من رجال الاعمال الشرفاء. طبعا في البعض كون ثروته بطريق غير شرعي، لكن في ايضا كتير كون ثروته بطريق شرعي. فعبد الغفور البرعي اما واحد فقير نجح، عملت حاجتين وعشان كده بقول لك النص ليه. رقم واحد رديتي الشرف يعني وكرامات الناس اللي حققت ثروتها بتعب وكفاح. نمرة 2 عملتي اقناع للشاب الفقير اللي بيتفرج انه ممكن يبقى زي عبد الغفور البرعي. يعني ده اتبهدل لكن في النهايه حقق هذه الثروه. 3 وده المهم، هذا الرجل لما اغتنى ما اتجوزش على مراته لانها آفة في العالم العربي. اي راجل ثروته تزيد يتجوز على مراته. وقد كده كمان متحضر مع بناته رغم انه مش متعلم. فاصبح اللي مكتوب كنص ان عبد الغفور البرعي ده حلم للفقير الشاب، حلم للست اللي متجوزه ان تلاقي زوج بالحنيه دي، حلم